اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا النهارده لما نجهز فطار خامس يوم رمضان سهل وسريع وما اخدش معايا اي وقت نهائي، وفي ثواني كنت مخلصاه. اول حاجه جبت حوالي 3/4 كيلو من البصل، وانا بحب هنا كتر البصل لان بيدي طعم حلو وبيدي تسكيره. فهضربه في الكبه، بس بصوا مش هضغط عليه، هي ضربتين بس لان انا عايزاه مش مفروم قوي. شايفين؟ ضربتين بس وكده خلاص خلص معايا. بعد كده بقى جبت صينية و... وهنا هعمله لان هعمل بصل محشي بيبقى خطير. فحطيت ميه بس تغلي لحد لما نخلص. وبعد كده جبت معلقتين من السمنة ونزلت عليها بشوية من الزيت. ممكن تنزلي بزيت بس وممكن تنزلي بسمنة بس انا بحب اعمل الميكس ده مع بعض. وبعد كده بقى شايفين كمية البصل اللي احنا ضربناها؟ هنزل بنصها. مش عارفة ايه اللي حصل في دي بقى. كان في ميه تقريبا ونزلت بالسمنه فعملت كده. بتضايق انا من الحاجات دي لان بتبهدل لي البوتاجاز. فبركزوا في الحاجات دي عشان ايه المطبخ يفضل نظيف. بعد كده شايفين جبت حوالي كيلو ونص من الطماطم وضربتهم برضو. بس هنا مش بنصفي الطماطم، بضربهم بس. وبعد كده خلاص ما بقى لونهم بقى ذهبي، ننزل بالطماطم اللي احنا ضربناها. وفاكرين بقية البصل اللي احنا سيبناه. جبت بقى هنا معلقة من الكمون ونص معلقة من الكزبرة ومعلقة من البابريكا ومعلقة من الفلفل الاسود ومعلقة من السبع بهارات ونص معلقة من السكر ومعلقة ونص من الملح وسنة كده من بهارات اللحمة. وبفضل افرك فيهم لحد لما الاقي التوابل اتشربت مع البصل. افضلوا افركوا فيهم كده دقيقة او حاجة لحد لما تحسي ان هو اتشرب معاكي، التوابل اتشربت مع البصل. وهناخد بقى نص الكمية دي. بعد شايفين بفضل افرك فيهم لحد ما تحسي ان هي بدأت تنزل مية كده، تعرفي ان هي خلاص اتبلت مع البصل. باخد بقى نص الكمية وبنزل عليها في الصلصة اللي احنا عملناها. وفضلي بصوا بتحولها في حتة تانية خالص. لما بتعملهاش بالطريقة دي جربيها بجد، خطيرة، ريحتها هتجيب اخر الشارع. وهنا جبت معلقتين كبار من الصلصة. لو مفيش عندك صلصة ممكن تقدري تنزلي بمعلقة كبيرة من البابريكا، هي بس بتعزز اللون مفيش اكتر من كده. وهنا خلاص جبت حوالي، هم 5 بس شايلة بطن واحدة كانت مقسومة كده فما كانتش احسن حاجة فشلتها. دي هنا بقسمها بس مش بوصل للاخر. وهعمل معاكم واحدة كمان، يعني شايفين بجيبها كده وبقسمها. هنا الاضاءة كانت مش عارفة ايه السبب والله، بتخلي الحاجات لونها فاتح كده مع ان مش عاملة فلاش يعني ولا حاجة، بس مش عارفة والله. بجيبها وبقسمها بس مش بوصل للاخر، انا بوصل لنصها فقط لا غير. نزلت بقى بالكمية كلها. وهنزل على المية دي بسنة كده من الملح عشان لو البصل بيبقى مسكر معاكي قوي كده مش بيبقى لطيف، فسنة بس من الملح تعادل السكر، لان زي ما انتوا عارفين ان البصل بيبقى مسكر شوية. طلعته بقى بعد ما سبته 5 دقايق، طلعته وهغسله تحت المية، مية الحنفية عادي بس عشان توقف التسوية بتاعته شوية. وبعد كده بنفصصه واحدة واحدة. مفيش اسهل من كده ولا اسرع من كده وخطير. وشايفين دي كلها تعمل صينية كبيرة. فصصيه بالراحة بقى كده وبنلفه بمنتهى السهولة. سهل جدا وطعمه خطير. اعملي بس بطريقتي وبجد هيعجبك جدا. وده مش بشيله وهحتاجه دلوقتي، هقول لكم بحتاجه ليه. هنا بقى خلصت كل الكمية. وتعالوا لما نعمل النوع التاني علشان لما اقعد احشي يكون الفراخ خلاص خلصت معايا. انا هنا معايا فرخة بلدي وحبيت ان انا اعملها بالطريقة المرتة الدمياطي. جبت معلقتين من الزبيب ومعلقة من الفلفل الاسود ومعلقة من السبع بهارات ومعلقة دول كلهم معلقة صغيرة. وبعد كده جبت معلقة من الملح وفضلت افرك فيهم، وفضلت بقى افرك فيهم كويس جدا وارفعهم على النار وفضلي اقلبي فيهم. آم، انا عايزاهم هي مش زي البط بقى، احنا لازم نسيبهم شوية على النار بحيث ان يتبلوا ويدخلوا على مرحلة السوا. شايفين هنا البصل دبل معايا، تقسميه بايدك كده، يعني بيتقسم بس جامد شوية. شايفين؟ بس بيتقسم كده خلاص بقى جاهز معايا. انا هنا بقى عملت الفرخة محلول نقع بقى ونضفتها ونشفتها وبقت نظيفة ومفيهاش اي ريحة زفارة نهائي. وبعد كده بقى هنحشيها بالمرتة اللي احنا عملناها.
وبعدين هنعمل لها برضو نتبلها ونحطها في شوربه، وبعد ما بتطلع بعمل لها تتبيله وبحمرها في الزيت، بديها لون شويه كده، بتبقى كأن فراخ مشويه وخطيره. لان احنا هنعمل بالشوربه بتاعتها لسان عصفور خطير، انجح لسان عصفور ممكن تعمليه في حياتك. افضلي بقى شويه اللي اتبقوا دول، خديهم وافضلي افركوا كده بين اللحم والجلد، عشان يطلع طعمها كله متبل. خلاص هنا كده خلاص خلصناها. كنت غالية مية، اول ما المية غلت بقى هنزل عليها بالفرخة وبسيبها الغطا مكشوف، ومش بحط عليها اي مطيبات خالص غير بعد 5 دقايق، بحيث ان لو في اي حاجة تطلع او ريم او كده. بس هنا ما شاء الله الفرخة مطلعتش معايا اي زفرة خالص ولا اي حاجة. فنزلت بقى بلوري ومستكة وحبهان ونص بصلاية، واول ما حطيت بقى المطيبات غطيت عليها وكده خلاص، بهدي عليها النار وبسيبها بقى تستوي براحتها. وهنا جبت كبشتين من الشبت على بقدونس، وهنا ودول 3 كوبايات من الرز. وبعدين جبت فاكرين المرتة اللي احنا عملناها وحطينا منها على الصلصة، نزلت بباقي الكمية. وبعدين نزلت بحوالي ربع كوباية كده من الزيت، وبفضل اقلبهم كويس جدا مع بعض. بحب اقلبهم واسيبهم دقيقتين كده بس يتشربوا مع بعض بالتتبيله. وتعالوا بقى لما نجيب الصلصه اللي احنا جهزناها، شايفين لونها وشكلها بجد خطير والله، ريحتها جايبه اخر الشارع، ريحتها جايبه اخر الشارع. انزلي بيهم بقى كويس وقلبيهم كويس، ولو انت حاسه ان الكميه دي كبيره على الرز، تقدري ان انت تنزلي بنص الكميه وتقلبي وتشوفي هو محتاج ولا لا. بس انا هنا متاكده ان الكميه مظبوطه جدا على الرز اللي انا عاملاه، فنزلت بيها كلها مره واحده. انت بقى اللي بتعملي، وانت اللي يعني فاهمين، انت اللي بتبقى شايفه اذا كان محتاج اكتر او اقل. هنا شايفين لونه خطير ومش محتاج اي حاجه. نجيب بقى البصل ونحشيه، ده حشو جميل جميل قوي، يعني بتحشيه بمنتهى السهوله، حبيته قوي وبيخلص الكميه كلها في ثواني. بفضل الفه كده يعني، بس يعني انت بتحط شويه وتلفيه كده بيتلف بمنتهى السهوله. ده اسهل محشي ممكن تعمليه اصلا، انا بحبه اصلا هو والفلفل، بحب احشي الاتنين. الكوسه بتبقى متعبه شويه ان انت بتفضلي تقوري الكوسه وكده والبتنجان، انما ده بيبقى سهل جدا. هنا بقى بصوا انا اخدت الكبير هلفه كده لف، والوسط كده، والصغير خالص فاهمين، هفضل الفهم حوالين بعض بالترتيب من الصغير من الكبير للصغير. وهنا فرشة الارضية، ده بقى كنت مفرزاه وسهل جدا طلعته سهل عليا خالص يعني. والشبت والبقدونس برضو كنت شايلاه في التلاجة، فكان بالنسبه لي سهل جدا يعني. خلصت يعني دوب عملت لو كان عندي صلصه بقى في الفريزر كان فاتني، خلصت المحشي في منتهى السهوله. بلفه. انا بحب الف المحشي المتفرز اكتر من المحشي اللي هو بعمله طازه، مش عارفه ليه. بعمله بقى وبلفه، بحط شويه رز صغيرين وما تكتريش، لو انت اول مره تعملي محشي بقى ما تكتريش المحشي، ما تكتريش الرز في قلب الورق علشان يطلع معاكي مستوي. لو كترتي لان لسه الكميه بتضعف ومش هيستوي معاكي. حطيت بقى عليها شويه خلصت الكميه كلها، حطيت عليها مرقه، لو عندك شوربه بقى انزلي بيها وما تحطيش المرقه. هنا بقى اللي بيحول طعم البصل شويه من دبس الرمان، لو بتحبيه اكتر كتري عشان يبقى مزز اكتر، بجد بيديله طعم حلو قوي. ونزلت برضو عليه بمرقه لان مفيش عندي الشوربه المتبقيه دي يا دوب هعمل بيها لسان عصفور. وهنا نزلت بالصلصه عشان بس تعزز اللون مش اكتر. ونزلت بقى بميه سخنه، وكده خلاص هرفعه على النار، واول ما يغلي ههدي عليه النار، ويبقى كده خلاص خلص معاه، سهل وسريع وخطير. البصل اتبقى في دي حطيته بين المحشي، بيبقى خطير وبيديها تسكيره. هنا بقى هنزل برضو بمعلقه من الصلصه، وانزل عليها بالصلصه، وانزل عليها بالميه سوري. انا كنت اول ما بعمل المحشي، اول مره اعمل محشي في حياتي، ما كانش بيستوي مني، كل ما اعمل محشي ما بيستويش، فانا ما كنتش عارفه ليه. طب المشكله في الحله، طيب ده مش عارفة. فطلع ان انا كنت بكتر رز اصلا، فالمحشي بيطلع ناي من جوه من النص كده،
كنت برص رصة ايه اللي هو ما بسيبش بينهم فضلات، فكأني برسمه. فلا ما تكوني بتحشي محشي سيبيه مهوي كده عشان ايه يستوي ويروحوا ويجوا. طول ما هو على النار افضلي هز بقى في الحله شويه، كل فتره هز فيها كده عشان كله يستوي. هنا نزلت بنص كوبايه من لسان العصفور. جبت معلقه كبيره كده من السمنه ونزلت عليها بلسان عصفور وافضلي اقلبي فيه. بصوا اهم حاجه في لسان العصفور ان هو ياخد اللون الذهبي ده. لو ما خدش اللون الذهبي ده هيعجن معاكي وهيشرب كل كميه الشوربه ومش هيبقى حلو. فهنا بقى اول ما لونه بقى ذهبي نزلت عليه بكوبايه من الميه وهسيبه بقى يغلي. علشان مش عايزاه يشرب الشوربه، انا عايزه الشوربه تفضل زي ما هي. والمحشي نزلت عليه بمعلقه كبيره من السمنه بتحوله في حته تانية، معلقه بس كده كبيره، وفرديه عليها وبيخليه خطير. وبلاش نحط عليه زيت لما يطلع لان احنا حطينا زيت بما فيه الكفايه فخلاص. هنا بقى الفراخ جبت معلقه كبيره كده من الصويا صوص، ومعلقه كبيره من الكاتشب، ومعلقه كبيره من دبس الرمان. بيديها طعم شوي كده بيبقى حلو. وفريديه برضو، ولو عندك عسل ابيض تنزلي برضو بمعلقه كبيره من العسل الابيض او العسل الاسود. وهنا دي اختياري بس انا حبيتها قوي في التحمير اللي هي كريمه الحلويات، بتديها لون خطير. لو عندك كريمه لباني انزلي برضو بيها، او قشطه، لبن. الحاجات دي بتدي لون حلو في التسويه. وبعد خلاص ما دهنتها جبت بقى شويه من الزيت وما كتريش الزيت، يعني هما شويه صغيرين عشان ايه الحكايه مش محتاجه يعني. ونزلت بقى بالفرخه وهحمرها. وهنا لسان العصفور خلاص كان استوى وفي شويه ميه صغيرين، فنزلي بقى بالشوربه اللي احنا عملناها وبس كده. وبقى ياخد بس غلوتين وبيبقى كده خلاص جاهز معايا. احلى شوربه لسان عصفور ممكن تعمليها. وبس كده خلاص بقى جاهز معايا وخطير. والفراخ بقى افضل تقلب فيها لحد لما اخدت لون من جميع الاتجاهات. وده البصل خلص معايا، وده الفراخ شايفين لونها. رشه بقى كده من الملح وعليها رشه من الفلفل الاسود. اي طيور معاكي رش عليها رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود، بحس بتفرق جدا. وده المحشي خطير. نقلبه بقى. وصلت لحد هنا اثبتي وجودك وصلي على النبي في الكومنتات، واوعي تكوني لسه ما عملتيش لايك او عملت شير لاصحابك. وكده خلاص المحشي نرش عليه بس كده من الشبت، نقطعاهم كده. ونجيب بقى لسان العصفور. وعملت شوية عصير بالكريمة خطير، عصير مانجا بالكريمة طعمه خطير. بوريكم هنا لسان العصفور ما تشربش الشوربة ولسه فاضل زي ما هو. وده العصير. وكده خلاص الفطار جاهز معايا. اكتبولي لو الفطار عجبكم، اكتبولي في الكومنتات. بحبكم في الله، بشوفكم على خير، مع السلامة.